الوحدة حيطان معزولة، شبابيك وبيبان مقفولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول إنكم كالعادة وحشتوني كتير جدا 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 من الحلقة اللي فاتت. ويلا بينا يا أجمل وأحلى متابعين نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه. بس يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه ما تنسوش بقى لايكات وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا أي حلقة جديدة بنزلها من عش بين الكبرياء أو غيره. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل مع آسيا وجاسر وباقي أبطال روايتنا. يلا بينا. آسيا كانت ماشية في الشارع ووقفت قدام العمارة الكبيرة وبصت لها لثواني وبصت ليها بشغف، وبعد كده دخلت وابتسمت للبواب وقالت له: ازيك يا عم محمود، عامل ايه؟ ازيك يا هانم، عاملة ايه؟ بص لها باستغراب وكان علامات الاستغراب واضحة على وشه. هنا آسيا ابتسمت وقالت له بابتسامة: أنا آسيا. أيوة أنا عارفك، بس مش جاية بدري شوية يا هانم؟ بص، أنا دلوقتي هطلع لأني تعبانة جامد جدا، وأنا هنتكلم بعدين. تمام يا هانم. بعد كده آسيا طلعت ودخلت على شقتها، وأول ما دخلت غيرت هدومها وخدت شاور وهي سرحانة في كل اللي حصل معاها. وبعد كده حطت جسمها على الكنبة وهي ما كانتش قادرة خالص. إما عن جاسر فصحي. جاسر فاق وكان بيتدرب، لكن ده كان بيسمع كلام، لكن ما كانش مركز قوي في الكلام. كان كل اللي هو مركز فيه تدريب. وآسيا اللي هو مشافهاش ولا ظهرت، كانت بيدور عليها. بعد ما خلصت تدريبات استغرب ان اصلا المدرب ازاي ما قالش عليها، لكن المفروض حصل مشكلة كبيرة جدا على التأخر ده. وبعد ما خلص راح وسأل هشام صاحبه، هو بيقول له: هي آسيا ما جاتش ليه؟ في ايه يا ابني، ما تتكلم؟ آسيا اتطردت من الجامعة يا جسر. نعم، آسيا مين اتطردت من الجامعة دي؟ آسيا 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 حبيبتك يا جسر. ده ازاي ده وليه؟ استنى انا افهمك. ولسه ما كملش كلامه فهو كان روح انيو آسيا بالظبط. قال جسر اسمها كامل. دي مش كويسة، واحنا ما بناخدش هنا اي بنت مش كويسة. هنا جاسر كان واقف مصدوم، هو متنح ومش فاهم اي حاجة. هنا هشام راح صده من ايديه وخرجه. اما عن جاسر فكان واقف مصدوم، وهو كان حاسس ان الدنيا بتدوخ حواليه وان هو ضعيف وما قدرش ان هو يحميها من قاع الذئاب ده. هنا هو راح مسك ايده وهو بيطمنه وبيقوله: آسيا اتطردت من الجامعة يا جاسر. اتطردت بسبب ان بنت فضحتها وقالت عليها كلام مش كويس، وقالت ان هي مش محترمة. هنا جاسر مسكه من يقة قميصه او التيشيرت اللي هو كان لابسه واتكلم بعصبية وهو بيقوله: وانت ايه لازمتك بقى؟ ما عرفتش تدافع عنها ولا عرفت حتى تقول كلمة في حقها. اسمع يا هشام، انت من هنا ورايح ولا انت صاحبي ولا اعرفك، واللي بينا كان تدريب وخلاص هانت وهنخرج من الجامعة. هنا هو بصله، جاسر بصله بحسرة وسابه ومشي وقلبه مكسور، وكان مستني الليل بفارغ الصبر. وأول ما الليل جه جاسر هرب من الجامعة وراح لآسيا، لأنه هو عارف هي هتكون موجودة فين وفي أنهي عمارة. راح لها العمارة اللي هي كانت المفروض تكون فيها، لأنه هو قالها لو حصل أي حاجة تكون في العمارة دي.
وراح لها، وكان واقفة في البلكونة وكانت بتعيط جامد جدا. سمع صوت عياطها، ولأن جاسر متعود ان هو يطلع من البلكونة فعرف يطلع.